هذا الرجل كان أسرع وأمهر ضابط في الشرطة الفرنسية، حتى لو جمع مسدس رشاش وهو مغمض عينيه كان بياخد منه 5 ثواني بس. مرة الحكومة تحدته إنه يتسلق أطول مبنى في العالم، لبس قفازات تكنولوجية عالية وطلع مباشرة ل110 دور بدون ما يوقف، لكن بعدين الحظ انقلب عليه. في منتصف الطريق القفازات فجأة بطلت تشتغل، ما كانش في حد فوق يقدر يسمع صوته أو يساعده. ضغط جسمه على الحيطة وبدأ ينزلق ببطء. علشان كده لما جاء الموضوع للولاء ما كانش في حد يقدر ينافسه. مرة خلال تمرين اتدرب لأكتر من ساعتين متواصلين لكنه ما قالش ولا كلمة واحدة. لما قائد الفريق سأله إزاي قدر يتحمل كل ده، رد ببراءة: أنت ما قلتليش أي كود سري. في اليوم اللي بعده وهو بيشرح المعدات الجديدة فجأة جرس إنذار عدا في المبنى كله. كل الناس اتفزعت وجروا ناحية الخروج. كانت قنبلة موقوتة موجودة تحت، حتى ثانية واحدة تأخير ممكن تكون قاتلة. كانت الوضعية قريبة جدا من الموت. ساعتها نفس الرجل طلع للأمام في حماس إنه يبقى بطل. أخد القنبلة وجرى، لكن وهو بيجري لما بص ورا لقى القنبلة لسه موجودة. في اللحظة دي العداد خلص